مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو القاهرة الكبرى، ما زلتم معنا على موجاتنا 102.2 اف ام في سهرة مع أديب، وما زالت معنا ضيفتنا وضيفتكم العزيزة الأديبة والناقدة الرائعة والإعلامية ورئيس مجلس إدارة نادي أدب الجيزة الدكتورة منى حسين. دكتورة، نرجع لحضرتك مرة تانية، منورة الدنيا كلها. ربنا يخليك. طبعا استمتعنا في الفصل القصير جدا ده بالاغنيه الرائعه الرقيقه اللي احنا كنا فين دويتو الجميل بين عبد الحليم حافظ وشاديه، اختيار زميلنا الشافعي ابراهيم، الحقيقه بشكره شكرا جزيلا يعني. نرجع لحضرتك مره ثانيه دكتوره منى، ويعني عايز أتحدث مع حضرتك عن عملك في قطاع الأخبار، وأيضا عملك بالتدريس في بعض أقسام الإعلام التربوي، سواء في القاهرة أو في المملكة العربية السعودية، لدرجة أن أنت كلفتي برئاسة لجنة الجودة في إحدى الكليات في المملكة العربية السعودية. نتكلم عن ده ونقول تأثيره بقى على إنتاجك الأدبي فيما بعد. هو انا اشتغلت فتره زي ما قلت لحضرتك في التدريس في مدرسه ثانوي، بدرس لغه انجليزيه. نعم. وبعدين يعني انتدبت للعمل في قطاع الاخبار كمحرر مترجم تاني. نعم. وبعد كده تم النقل، فبقت حياتي كلها في الاعلام. عشان كده انا ربطت الدكتوراه بالاعلام بالتلفزيون. يعني انا الماجستير كان تخطيط تربوي لزياده فرص تعليميه للمرأة. كان متناسب مع مؤهلك العالي اللي هو ليسانس تربيه في آداب. عفوا ليسانس الاداب. فده كان ده شغلي. الحمد لله انا كنت بترقى في نفس التوقيتات دي الى ان مثلا وصلت لدرجه كبير محررين ومترجمين. نعم. واخد بال حضرتك. فهنا انا جيت بعد الدكتوراه، ابتديت منتدب للتدريس في جامعه عين شمس، كليه التربيه النوعيه قسم الاعلام. نعم. وهناك درست الترجمه الاعلاميه. ده شغلي. فمن خلال بس هنا بفيد ان انا اكتر ان انا معايا دكتوراه، فانا برضو عندي منهجيه التدريس نفسها. نعم. فده يمكن ده برضو استفدته من ان انا عينت فتره 7 سنين او 8 سنين في التربيه والتعليم. جميل. فبقى عندي مهاره التدريس. فكملت في الجامعه بنفس النظام داخل مصر. ما حسيتيش ان في فرق بين التدريس في المدرسه وفي الجامعه؟ طبعا في فرق، لان يعني انا مشكلتي كان بصراحه التدريس للولاد اللي هم سنه اولى دول بيبقوا لسه جايين ستايل مدارس، وبعدين مع العدد الكبير علشان تتعامل معاهم وتوجههم، بحيث ان انا فصل كبير. لا، ما هو يا اما فصل ليميتد يا اما يبقى احنا هنختلف كده. ايوه. فبقيت اشترط عليهم يا جماعه من فضلكم لما ياخد ثالثه رابعه، يعني الولاد يكونوا عرفوا يعني ايه جامعه. فالموضوع يختلف. ففعلا ده حصل الحمد لله. وبعد شويه قررت بقى ان انا عايزه اغير شويه. كانوا بناتي بقى اتخطبوا الاثنين وحاجات كده، فقلت لهم بقى ما شاء الله شيلوا انتوا بقى مسؤوليه البيت وتدربوا. شوف انا الحياه ماشيه ازاي. حتى وانا باخد القرار ده ببقى قصدي ان انا اربي ولادي بطريقه معينه. طبعا فقلت خلاص هسافر بقى. ففعلا سافرت القصيم، جامعه القصيم، كليه العلوم والاداب في القصيم للبنات. والحمد لله يعني اعتقد ان انا كنت سفير جيد او متميز لعضو هيئه التدريس المصري هناك، لدرجه ان هم وثقوا فيا قوي وادوني هناك رئاسه لجنه الجوده في الكليه. جميل. فما اكتفوش بان انا بس معاهم كده وحضور مؤتمرات، لاني بحضر مؤتمر كان في بعض المحاضرين الامريكان او الامريكيات، لان طبعا كان في دكاتره من امريكا. فوانا موجوده معاهم هي بتقول ايه فانا اترجم، هي بتقول ايه وايه، لان مش كلهم اللغه الانجليزيه قويه عندهم. فبقيت اترجم له، ولو عايزين يسالوها اي سؤال فبيرجعوا لي انا بقى. فعارف حاسه حد مختلف. واخد بال حضرتك. فده برضو ابتدى يديني وضع اكتر شويه. جميل.
فدي ابتدت حتى بعض الكليات لما بييجوا يعملوا اللي هي الخطه بتاعتهم ويعملوا للكليه بالنسبه لهم وحاجات كده عشان يبتدي ياخدوا عمليه الاعتماد من خلال الجوده بتاعتهم والايفالويشن اللي بيقوم بيها. فابتدوا يستضيفوني هناك. تعالي يا دكتوره معانا، احنا عايزين نعمل كذا، طب نقترح. وكانك هنا في يعني لقاء عصف ذهني. فاحنا كل واحد بيقول رأي معين وبيقترح حاجه، والحمد لله ان انا كان يعني ليا تمثيل كويس، وانا كنت سعيده جدا بيه لان انا كنت حاسه اني بتقدر بصراحه. جميل. انت بتقدري علشان يعني امكانياتك العاليه، مش يعني ما حدش بيجاملك يعني. الحمد لله. فده كل ده بتساعي، لان انا عمري ما وقفت عند ده ومش عيب ان انا ما اعرفش، ده بالعكس انا بجري على معلومه جديده وبعرف حاجه جديده ده لحد النهارده ما شاء الله. لحد النهارده ما اقدرش يعني تلاقيني في لحظه في حاجه خبطت كده اقول لا 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 اعمل سيرش بسرعه واجيب. مش لسه هروح مكتبه ادور بقى، دلوقتي السيرش بقى اسهل كتير طبعا. اللي عايز يشوف حاجه زي كده يدخل على الفيسبوك الخاص بدكتوره منى حسين، او حتى على اليوتيوب هتلاقي فيه مناقشات لاعمال ادبيه لادباء شباب وكبار كمان، ويشوف مستوى المناقشه عامل ازاي. الحقيقه حاجه متميزه جدا يا دكتوره منى. الله يخليك. فده بقى ده المرحله اللي بعدها بقى ابتدوا يقولوا طب احنا عايزين حضرتك تناقشي معانا ده هنا في مصر. بعد ما خلصت جامعه القصيم وقعدت فيها شويه، وبرضه رحت الباحه، برضه جامعه الباحه. لاني جه بقى ابني بقى لي لا يا ماما انا مش عايز اقعد هنا، هنرجع بقى. انا مش هرجع. طب وانا مش قاعده يا حبيبي، ما انا يعني نقعد مع بعض، يعني انا هقعد لوحدي على ايه؟ فقررت ان انا انزل نهائي واقعد في مصر. طبعا تخلوا عنك بصعوبه يعني. والله لحد اخر لحظه كانت العميده كلمت الجامعه قالت لهم انا عايزاها، هي مختلفه، انا حاسه ان قال لها طب انت هتعملي ايه؟ طب ما هي ترم كامل هي بتجوز بنتها، ما انا بقول لحضرتك باجي الاولويات بقى. فنزلت عشان اجوز بنتي واجهزها واعمل ده، فاتاخرت عن موعدي وقلت لهم مش هقدر اجي خلاص. حاولوا يجيبوني الترم اللي بعدها تاني وانا هنا متردده، فقلت لهم لا انا هعتذر، وبالفعل اعتذرت عن ان انا اسافر. وكملت حياتي بقى الوظيفيه هنا. ما انا عندي وظيفتي، ما انا من يوم ما برجع بنزل على وظيفتي، ما عنديش مشكله يعني. وفتره التدريس دي كلها كانت خاصه بامور تربويه، يعني حضرتك درستي مقرر البحث التربوي، قضايا ومشكلات تربويه، واصول التربيه الاسلاميه، والتربيه الاسريه، وسياسه ونظام التعليم بالمملكه السعوديه، وتربية الطفل المسلم، وعلم نفس النمو للطفولة والمراهقة، وتطور الفكر التربوي. كلها أمور تربوية، بس كلها طبعا أمور يعني موضوعات قوية جدا وجديرة بأنها تناقش، ومناهج صعبة. يعني حضرتك أنك تلمي بهذه المناهج وتدرسيها أيضا شيء رائع يعني. الحمد لله. فكان الحمد لله ده كان يعني فترة. واول ما رجعت مصر زي ما بقول لحضرتك دخلت بقى في الكتابات الادبيه بعدها. وبعد مثلا لما احنا اتكلمنا وقفنا عند نظرات عتاب، عملت بعدها مجموعه ثانيه زي ما قلنا الحياه وجه اخر. وبعدين لقيت ان في ناس بيقولوا لي طب ممكن تيجي تناقشي معانا كتاب. انا بناقش الكتاب الادبي بالاسلوب العلمي، وكاني قدامي رساله ماجستير او دكتوراه. فبفند دايما اقول لهم ما للعمل وما عليه. ما هو فعلا حضرتك المناقشات يعني اللي يشوف مناقشات حضرتك للاعمال الادبيه كانك بتناقشي رساله، كانك عضو هيئه تدريس وبتناقشي رساله. فده فعلا انا قمت بيه. في برضو في مؤسسه ثقافيه اسمها مؤسسه الحسين الثقافيه دي، قالوا لي لا احنا عايزين حضرتك رئيس نادي القصة عندنا وتبقي مسؤولة عن ده، وندوة في الشهر. يا جماعة أنا مش فاضية، معلش تعالي حضرتك وكده. فبقينا تيم وورك، أنا وأستاذ سامي ناصف ودكتور عبد الرحيم درويش دروائي برضو صديقي يعني. وابتدينا نعمل التيم ده وبنناقش أعمال حاصلة على جوائز. جميل. جايزة إحسان عبد القدوس، جايزة كتارة، جايزة دي. فعارف حضرتك بتحس إنك بتناقش أعمال ليها وزن. طبعا. وإن كان العمل أقل في المستوى لحد لسه مبتدئ بنوجهه من A to Z. إزاي تصحح لغوي كويس، إزاي تظبط كتاباتك، إزاي دي. فبحس إن أنا
ما زلت بالمهاره التدريس اللي انا متعوداها، لكن هنا للأدباء. عشان ازاي بيكتبوا، ازاي يعملوا، حدد فكرتك وحدد حاجتك وبعدين بلورها وقولها. وده دور مهم، ده يعني لا يقل عن التدريس في الجامعة، لأنه احنا هنا في مصر عندنا يعني مواهب عظيمة، ولكن تحتاج التوجيه اللي حضرتك بتعمليه بقى في المناقشات، علشان يوصل ان هو يبقى اديب كبير زي نرجع يعني للعصر الذهبي اللي كان فيه عشرات الادباء في نفس الوقت مع بعض وبنفس القوة، نجيب محفوظ وحسين عبد القدوس ويوسف إدريس وثروت أباظة وغيرهم كتير يعني. ايوه ده فعلا ده انا بتكلم فيه. حتى والله كان عندنا النهارده في حلقة بنعملها في النيل الثقافية في برنامج اسمه بيت القصيد، اتكلمت فعلا عن حاجات كده، يعني ازاي الادباء دول، وكان كل واحد ليه مذاق خاص حقيقي وليه طريقة كتابة معينة تتناسب مع البيئة اللي هو بيعبر عنها. فإحسان عبد القدوس والمجتمعات يعني الراقية بالنسبة ما، يوسف السباعي نفس الموضوع، وهنتكلم نجيب محفوظ والحارة المصرية، توفيق الحكيم وفكر معين. حتى اللي يمسك يعني نفترض ان واحد مثلا وقع في ايده كده صفحتين 3 من اي عمل والغلاف مش موجود، مجرد ما يقرأ يعرف من الشخصية على طول، شخصية الكاتب بتبان. بالظبط. فده احنا عايزين نعمل ده، بس عايزين برضو عارف حضرتك الدعم بقى. الدعم، لان كتير من الكتاب اصدقائنا. الدعم من مين بقى؟ عشان ده دايما السؤال ده يعني بطرحه على كل الناس. هقول لحضرتك، احنا دلوقتي ما بنكتب، احنا عندنا كتابات كويسه، مش كل الناس عندها قدره ان هي تطبع طبعا. فلما بيطبع اقل كميه ممكنه، اللي هي 100 نسخه. 100 نسخه دي هيسوقها، هيعملها لمين؟ هيوزعها على الحبايب او يحضر ندوه لمناقشتها، يوم يوزع على الموجودين اللي هيناقشوه وهكذا. طيب وبعدين، طب ما هنا فين انا التارجت بتاعي ما اتحققش؟ لان انا المفروض ان انا بخاطب بالادب اللي بكتبه ده مجتمع من اجل تنميته، من اجل معالجه مشكلاته، من اجل حاجات كتيره. ده بالاضافه لجزء مهم طبعا لا نستطيع انكاره، الجزء المادي، لانه مش هيفضل طول عمره يصرف وما يكسبش، لانه كده يعني هيبقى كانه تاجر بيخسر يعني. هو حضرتك ده مهم. فاذا موضوع دعم الدوله ووزاره الثقافه على الاخص للكتاب دول، بان هم لما بيقدموا اعمال يتم تقييمها، ما قلناش نشر لكل الناس، لكن انتقوا الاعمال المتميزه الهادفه وطبعوها على حساب الدوله، وانتوا بيعوها وانتوا استثمروها، بحيث اضمن ان انا فكري وجهدي الادبي ده في ناس بتستفيد منه. طبعا جميل. لان احنا مش بنحرس في بحر، لا احنا بنعمل حاجه لازم يكون ليها مردود. فالمردود ده ان انا احس ان انا قلت رساله. هي الجائزه الكبرى لاي مبدع كمان انه ابداعه يصل للناس. بالظبط. فده مهم، واخد بال حضرتك. فيمكن السنه اللي فاتت ده خرجت كده بخرجه تانية، وكان ليا مجموعه مقالات. من كتر ما انا بشوف الحوارات بقى، المرأة ده هي سبب المشكلات في دي، ده المرأة لما بتعمل دي هي اللي بتخرب البيت، ده المرأة هي اللي عفوا نكدية ده. فكتبت كتاب مجموعة مقالات، منهم 5 بعنوان ضد المرأة. وجمعت مجموعة مقالات كتيرة كنت نشرها في مواقع إلكترونية وجرايد وحاجات مختلفة. فطلعت كتاب ضد المرأة. هو طبعا العنوان يوحي بان انت كاتبه حاجات ضد المراه. هي في منها ضد المراه، لان في نماذج من المراه برضه، مش احنا مش بنقول ان المراه ملائكه يعني حضرتك محايده تماما في تناول كل الامور يعني. بالظبط. فانا لما اقول المراه هنا مخطئه، طيب ما انا بلاقي ان في راجل زي بيعمل زيها بالظبط. اذا هو الصاق هذه التهمه بالمراه فقط خطأ. يبقى هو هنا عيب انساني وليس خاص بالرجل او بمرأة. بالظبط.
فدي يعني هتلاقي فيها حاجات لما يقول مثلا مقال ليا مثلا قصور عامرة وقصور مهجورة. مم. مم. مين اللي بيعمر؟ جميل. مين اللي بيقوم بده؟ أنا عايزة العنوان رائع. واخد بال حضرتك؟ فهتلاقي إن في مجموعة من العناوين كلها بتناقش حياتنا دي، بتناقش كتير من المشكلات اللي احنا بنشوفها وبنمر بيها، واللي بنتمنى ان ولادنا ما يعيشوهاش او ما يتعرضوش ليها. واخد بال حضرتك؟ فيعني انا مع الادب الهادف. حضرتك شايف يا دكتورة انه العصر اللي احنا بنعيشه دلوقتي ده ومواقع التواصل الاجتماعي وكده دي خدمت النواحي الأدبية والفكرية في المجتمع ولا ضرتها؟ هي احيانا بتسفه من المواقف الجاده. هتحس ان هم هيفوها الولاد، ما خدوهاش بالشكل الايجابي، فهم واخدينها نوع وكاننا بعيد تاني شخصيه جحا الساخر، الفيلسوف الساخر. طب انت شايف ايه؟ طب ما انت ادي بديل، طالما انت انتقدت حاجه معينه ادي بديل ليها. بالظبط. واخد بال حضرتك؟ انت طبعا هم بيقفوا عند موضوع التشخيص بتهكم واستهزاء اكثر ما هم بيقولوا ايه حاجه ثانيه يعني. فده يعني اتمنى ان هم يرتقوا ان هم يحولوا ده لحاجه ايجابيه. احيانا بيتحول الامر لشيء منظم، يعني بيبقى هجوم منظم مثلا بتقوده جهات معينه لاحباط يعني لنشر الاحباط مثلا في دوله ما او في مجتمع ما مثلا، مش كده؟ لا دي تبقى حرب بارده سخيفه يعني. مالهاش لازمه يعني. مم. فاحنا ما نندرجش ليها، لان بس نقرب علاقاتنا من بعض بحيث يبقى احنا دورنا كناس كبار اباء وامهات بيوجهوا اولادهم بطريقه معينه، وبالتالي يبقى هنا الوضع مختلف. نعم نعم. في من ضمن المقالات اللي كانت نازله برضو من ضحيه من. يعني كتير بنشوف الزوج او الشاب اللي بيتعنت ويتجوز واحده لو غصب عنها حتى، وبعد كده هي من كتر ما هي ما قدرش يجتذبها او يحبها ابتدت هي تحاربه في حياته، فالاثنين بيأذوا بعض. هو ضيع فرحتها بالزيجه وهي ضيعت فرحته بالنجاح لانها شغلته بشكل مختلف. في ثقافه الصمت، مش كل حاجه حضرتك بتشوفها لازم تكومنت عليها وتصور وتعمل ده وده. لا ده انت ممكن تنطق بحد ذاته يديك ان انت هنا معترض. صحيح صح. مش الصمت علامه الرضا ولا السكوت علامه الرضا، لا خالص. في تاني خارج الدايره، لما تبقى حضرتك داخل موضوعات معينه بتبقى حاسس ان قرارك هو ده الاصوب، بالرغم من ان هو حضرتك شايف من زاويه واحده وان كل اللي حواليك شايفين من زوايا مختلفه، فلما نصحوك ما كانوش ضدك. لما بتخرج خارج الدايره او بعد فتره ما بتعيد تقييم التجربه نفسها او الموقف، تلاقي ان انت لما خرجت بره الدايره لقيت ان هم كانوا على حق وانت اللي اخطات. نعم نعم. جميل. في ثاني بيقول يعتقدون انهم احياء. جميل. عايشين بيأدوا ادوار وخلاص، لكن هم هو دي ايجابيه ولا اي ادوار وخلاص؟ العناوين رائعه. فيعني مش عارفه اقول لحضرتك مثلا امراه تبني واخرى تهدم. ابغض الحلال. وبنتناقش في موضوع الطلاق وغيره. اشباه رجال، يعني بيعملوا ايه؟ دورهم ايه في حياتهم ايه؟ واخد بال حضرتك؟ وهكذا بقى. منازلنا حزينه بين المطرقه والفنجان بلا جدران. الفراش المهجور. الفراش فشوف حضرتك الموضوعات كلها بتمس حياتنا، ويمكن ده اللي بيقرب فعلا الادب بتاعنا. فده اداني دفعه اكتر. زي ما شفت حضرتك دراسات نقديه مختلفه بناقش فيها اعمال كتيره. يمكن مش بلاقي وقت لنفسي في بعض برامج زي برنامج بيت العيله على النايل فاميلي، هي قناه العائله. حضرتك يعني ضيفه يعني في حلقات كثيره من هذا البرنامج يعني. فعلا. وده بناقش فيه القضايا الاسره بقى. نعم. المناسبات بنحتفل بيها ازاي؟ طب وقت الامتحانات، طب العلاقات بين الزوج والزوجه، طب نجددها ازاي؟ طب نصلح بيها ازاي؟
فهتلاقي ان الموضوعات على مدار كام سنه انا بتكلم فيها من منظور استشاري مثلا اسري او حد بتاع علم نفس اكتر وتربوي، فبيبقى يقدر يقول ده مع الخبره الواحد اكتسبها على مدار مراحل حياته المختلفه. فبحاول اقرب وابسط للناس بحيث يا جماعه قربوا بقدر المستطاع وادرسوا وشوفوا تمشي ازاي. واخد بال حضرتك؟ جنبها دخلنا بقى في عضويه نادي الادب الجيزه. فبعد شويه ابتدينا نعمل انتخابات تانية، فكنت عضو مجلس الاداره الى ان الشهر 11 اللي فات كان عندنا انتخابات تم انتخابك مرشحه وتم انتخابي انا كرئيس لنادي ادب الجيزه. فده برضو دور جديد طبعا، واخد بال حضرتك. ما كنت الاول ما كنتش ملزمه قوي ان انا اكون موجوده كل مره، لكن دلوقتي لا، لازم اكون موجوده كل اسبوع طبعا. وعليك على عاتقك رساله يعني عظيمه يعني. فاحنا ببقى مهتمه بان انا اسمع للجميع، ومهتمه لو الشباب عشان نصحح لهم ونعدل لهم بوجود خبراء معانا، يعني شعراء ليهم ثقل وادباء ليهم مجموعات قصصيه مختلفه وروايات، بحيث ان احنا بنمشي على يعني نقول بجناحي الادب زي ما بيقولوا، وعايزين نعمل بصمه. فده التارجت دلوقتي، وده عمل الحمد لله انا بحاول قدر المستطاع ان انا يعني ابذل فيه جهد كبير، لان دي رسالتنا. هو احنا مش بناخد حاجات شرفيه بقدر ما بناخد حاجات تخدم المجتمع. دي رساله ورساله عظيمه كمان يعني. فيعني شوف انا حياتي كلها ماشيه بهذا او على هذا المنوال. فكل فتره ليا مرحله، وما بتبقاش دور واحد. انا ما اتعودتش على ان انا اعيش حياتي بدور واحد. حضرتك دايما بتدوري على يعني انك تبقي صاحبة رسالة في كل مرحلة من مراحل عمرك. يعني ممكن رسالة على مستوى الأسرة، رسالة على مستوى العمل، رسالة على مستوى الأدب دلوقتي وغيره، مستوى المجتمع والمجتمع كاملا. فتلاقيني في كل مكان وكل مرحلة عمرية من اللي أنا بمر بيها بأدي أكتر من دور في نفس الوقت. نعم. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك قلتي الأسرة ما لا تتأثر، بالعكس أسرة حضرتك جميلة ومستقرة، وإذا كان احتاجت الأسرة أي حاجة حضرتك بتضحي، يعني بتيجي على نفسك زي ما قلتي. بيبقى في أولوية، لأني بأجل الحاجة الثانية، مش بلغيها. أنا ما بلغيش على حاجة أنا بخطط لها، لكن بأجلها. بتعيدي ترتيب الأولويات فقط يعني. بالظبط كده. فبيبقى الأولوية للولاد في توقيت معين. مجرد ما بينتهي الموقف والموضوع خلص برجع تاني للمسارات التانية، بحيث ان انا دايما انا مش ما عنديش رفاهية الوقت اللي يخليني اقعد ارغي اقعد للرغي والحواديت والتواصل اللي ملوش لازمة. فانا بحب كل حاجة بعملها، اللي عايزني في حاجة يستشيرني، اللي عايز كذا نتكلم مع بعض. انما كلام من اجل الكلام وكده بس ما بحبوش. فهتلاقيني بقى بعيدة شوية، وبستثمر وقتي قدر المستطاع في ان انا اعمل ما يفيد الناس. الشخصية زي حضرتك كده بتبقى شخصية جادة، يعني ما عندوش وقت بقى للت والعجن زي ما بنقول كده بكلامنا البلدي. ما فيش ولا وقت. ده كلهم النهارده بيقولوا لي روحي علشان عندك برنامج يا دكتورة بالليل. فقلت لهم طب اخلص البرنامج اللي هنا وبعدين اروح اعمل حاجات عشان استنى البرنامج اللي هعمله بالليل. انا احييكي والله يا دكتورة، والله تحية كبيرة والله لحضرتك. ميرسي لحضرتك، ربنا يخليك. فهي دي الحياة إن لم نستثمرها. احنا بنسأل عن كل ده، بنسأل عن عمرنا وعن صحتنا طبعا، وكل حاجة، وعن أموالنا احنا أنفقناها فيه. واخد بال حضرتك؟ يعني أنا الحمد لله أنا حريصة إن أنا أطبع كتبي. دي نظرة إيمانية كمان بقى، يعني في نظرة إيمانية كمان، مش نظرة اجتماعية فقط، لا في نظرة إيمانية كمان يعني. ما هو احنا ما هي حياتنا كده، ما هي أصلها محسوبة. الساعة اللي بتعدي مننا ما هنتحاسب عليه عملنا إيه فيها إيجابي. صحيح. فأنا حريصة على ده، واخد بال حضرتك؟ حريصة إن أنا عملي بقى الحمد لله ربنا مقدرني إن أنا بطبع وبنشر كتبي وبوديها وبتشارك في معرض الكتاب. يعني كل كتبي هتلاقيها إن شاء الله في معرض الكتاب
ان شاء الله. واخد بال حضرتك؟ دي موجوده لان ما بطبعش اعداد قليله، لازم اطبع اقل حاجه 1000 ما شاء الله. بحيث تبقى موجوده في دور النشر، بتنزل المعارض، بتسافر بره في بعض المعارض الثانيه. عايزه اوصل الرساله، ما بيعنينيش الربح، ما بيعنينيش اي حاجه قدر ما يعنيني الربح الاساسي بالنسبه لي انا هو توصيل الرساله دي. لا طبعا ده واضح في كل امور حياتك، سواء كاعلاميه، سواء كمحاضره في الجامعه، سواء كمحاضره في مجال التربيه ومحاضره في مجال الاعلام، في النواحي الادبيه، في رئاستك لنادي ادب الجيزه، في مناقشاتك للادباء الشباب، في تواجدك في مؤسسه الحسين الثقافيه. يعني كل امور حياتك الحقيقه فعلا يعني رسائل حضرتك بتتبني ان انت توصليها وتنفعي بيها الناس يعني. الحمد لله. قدامنا 5 دقايق يا دكتورة. عايز أسأل حضرتك من خلال رئاستك لنادي أدب الجيزة، حضرتك شايفة الحالة الأدبية في مصر الآن إزاي؟ يعني هل إحنا بخير ولا لسه محتاجين تاني عشان يعني نرجع للعصر اللي اتكلمنا عنه من شوية، اللي كنا فيه نتباهى به حتى الآن؟ يعني هو عصر مميز عبر كل عصور مصر يعني. بالظبط. العصر ده كان بيمثل زي ما بقول لحضرتك كده، بينقل لنا ويؤرخ لكل حاجه في توقيته، وما زال يعني اقول لحضرتك تحس ان هو معاصر. يعني انا لسه بنتكلم في احسان عبد القدوس والنظاره السوداء وفي بيتنا رجل وهنا. لا 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 لا، احنا بنتكلم في فكر ممكن تشوف منه حاجات النهارده، ممكن تشوف العذراء والشعر الابيض، ممكن حاجات كتير صالح لكل العصور الحقيقه. بالظبط. فتحس ان هو معاك، عايش معاك، الرصاصه لا تزال تجيب حاجات كانت بتؤرخ للحقبه الزمنيه دي باحداثها المختلفه. نعم. احنا بنفتقد بنسبه كبيره دلوقتي ده. يعني هتلاقي كل واحد، احنا في عدد بيكتب دلوقتي لكن في شتات، لان ما حدش بيركز في مثلا زي ما شفنا قبل كده على طبقه معينه من المجتمع بس بشكل ايجابي. لكن انا بيبقى نفسي قوي اني احس ان في ناس بتتكلم اي كده. انا واخد المراه وده تركيز، واعتقد ان انا دلوقتي لما بتكلم في حوالي 70 قصه او اكتر، واخد بال حضرتك، والمقالات دي تقارب القصص القصيره على فكره، ما شاء الله ما انها بعيده يعني. فانت بتلعب في عدد كبير في وقت وجيز. يعني حضرتك بتقول لي انت بس باديه من الفتره دي، ده حقيقي، ده حقيقي. لان يمكن انا كان ليا تجارب شعريه بيفور لكن ما نشرتهاش وما فكرتش ان انا انشرها. ما هو اللي يشوف فعلا انتاج حضرتك ما تخيلش ان كل ده في 6 سنين يعني. فشوف الهيستوري القليله دي، الحمد لله الحمد لله انا عملت فيها طفره. ما شاء الله. وان شاء الله بكمل مش بسكت. فلو انا مشيت على الوتيره دي، بس هي اللي مأخرني شويه دلوقتي المسؤوليات اللي بقت على عاتقي بالفعل، وبتزيد يعني وبتزيد مش بتقل. يعني التلفزيون حلقات مختلفه، من زينه لطعم البيوت لبيت العيله، واخد بال حضرتك، ده كده مجال اسري تماما. حاجات الادبيه زي بيت القصيد او ملامح او غيرها، او في مقعد امام الشاشه، ده برنامج بيناقش افلام وموضوعاتها. وفي يمتخرني، ده بناقش مسلسلات عشان اتكلم عن حاجه من دي. عايزه اعداد مني وتجهيز قد ايه. ومع الندوات اللي انا بعملها بتسرق مني الوقت بشكل فوق الوصف، جاي شويه على انتاج الادبي. ده كمان يعني الحاجات اللي حضرتك بتناقشيها، الاعمال التلفزيونيه اللي حضرتك بتناقشيها او الاعمال السينمائيه، ده انت لازم تشوفيها كمان الاول قبل ما تتكلمي عنها. وده حقيقي بشوفها وبتابع كل حاجه، وبشوف الابطال دول وبشوف شخصياتهم ايه وعملوها امتى. وده عبء تاني خالص يعني. فانا بقول لحضرتك عارف، وما بقدرش اقول لحد لا. فده بيجي على حسابي انا، فما بلاقيش وقت لنفسي ان انا اراجع شغلي ان هو ينزل خلاص. يعني انا عندي حاجتين، اعتقد ان انا عندي مجموعه قصصيه هفلترها ان انا اخد منها حتى 12 واحده اعتقد كفايه قوي، واسيب الباقي لحد ما اقول لهم. والروايه تتكمل علشان يعني تنزل في خلال السنه دي ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. الحق اعملهم برضو يبقوا موجودين ان شاء الله. واخد بال حضرتك. فيعني عارف استراحه محارب بقى، عايز اخد نفسي شويه لنفسي. ربنا يقويكي ويديك الصحه ويبارك لك في وقتك يا رب، لان طالما بتنفعي بيه الناس دايما.
ربنا يخليك. طيب يعني شايفه ان احنا بخير ماشيين على طريق كويس يعني في مجال الادب في مصر؟ احنا بنعمل الشباب محاولات يعني. جاده، محاولات جاده. الشباب يعني يمكن علشان هم بدأوا صغيرين عننا بيبحثوا فعلا وبيوصلوا للجوائز المختلفة. بيقدموا فيها وبيخاطروا وبيعملوا، مش عارف حضرتك، هم حاسين ده تارجت مهم، وده تارجت كمان مش بس تارجت لنشر الأدب، لكن كمان ممكن يكون ليه عائد مادي. فهم بيسعوا لده وبيبقوا اكتر مننا، لان احنا زي ما اقول لحضرتك احنا الدوامه بتاعتنا اسرع شويه منهم. فهم بيلعبوا في ده كويس، البعض منهم نجح جدا، بس المهم يستمر. يعني انا ببقى نفسي بقى ان هو اللي خد الجوائز دي يستمر، بحيث يبقى خد خط معين كده هيفرق كتير، وهنحس ان الاعمال كمان عشان يتم ابرازها لازم تتحول لأعمال درامية. علشان بدل ما بخاطب انا بقول لحضرتك انا اقل حاجة بطبعها 1000. لكن لو اتعمل دراما طبعا نشوفوا ملايين. طبعا. واخد بال حضرتك؟ الفايدة هتعم اكتر طبعا. يبقى انا عايزة هنا بقى جهات تهتم بانتقاء الأعمال الأدبية المتميزة لتحويلها إلى دراما. لأن اللي عرفنا بإحسان عبد القدوس اللي ليه حوالي 70 قصة ورواية من أعماله اتحولت إلى أفلام ومسلسلات ومسرحيات طبعا، وهو كاتب 600 قصة. واخد بال حضرتك؟ نجيب محفوظ اللي عرفنا بيه قوي قبل ما ياخد نوبل كمان، الروايات بتاعته اللي هي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات. صحيح. واخد بال حضرتك؟ فإحنا نفس الموضوع. إذا أنا التعريف بيها يوسف إدريس، يوسف السباعي، فتحس إن دول بالفعل تم التأريخ لأعمالهم بتوثيقها دراميا. فلو احنا نجحنا في ان احنا نحول، زي ما بنشوف حضرتك مثلا الاحدث دلوقتي الفيل الازرق مثلا كروايه احمد مراد فاتعملت في جزئين، فده كويس، هنبتدي نشوف حد تاني غيره وهكذا. يبقى انا عايزه برضو حاجات نعمل ده سبوت على الحاجات دي، لانها ده اللي هيعمل لنا التغيير في المجتمع. واخد بال حضرتك؟ من غير ما نجيب لا بلطجه ولا عنف ولا حاجات من دي. احنا عايزين الناس تبقى ديسنت، الناس هاديه، الناس بتتعامل بلطف مع بعض، بحيث ان احنا نرتقي بالذوق العام ونرتقي بالشباب بدل ما نقدم لهم نماذج متعبه. والمجتمع المصري هادي ومسالم وجميل، ما فيهوش الامور اللي بنشوفها في الدراما. بالظبط. يعني الحقيقه ان احنا المفروض نشكر الدكتوره منى حسين. هناخد فاصل قصير يعني نخليها معانا تاني على الهواء علشان نشكرها. احنا خلاص حلقتنا انتهت، لكن هنطلبها عشان نشكرها. فاصل قصير مستمعينا الاعزاء. بكره تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الاوان. بكره تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان. بكرة تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان. بكرة تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان. إني مستمعينا الأعزاء، نرجع مرة تانية في ختام هذه الحلقة لنشكر ضيفتنا الرائعة الإعلامية والأديبة والكاتبة والناقدة والأستاذة الجامعية الدكتورة منى حسين، رئيس مجلس إدارة نادي أدب الجيزة. شكرا جزيلا دكتورة منى، وبالتوفيق دائما إن شاء الله. ربنا يعينك على وقتك المشحون جدا، ولكن كله في يعني سبيل توصيل رسائل يعني مخلصة جدا للناس وللمجتمع. ربنا يبارك لك في وقتك، ونستمتع كثيرا بأعمال حضرتك باستمرار إن شاء الله، وبالتوفيق دائما. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ هاني، وميرسي قوي يعني باهتمام حضرتك بالإدباء
وتخصيص برنامج ليهم ده مهم جدا، فده عمل يعني اكثر من رائع. أشكرك يا دكتورة، ربنا شكرا. يوفق حضرتك. أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر حضرتك وكل يعني الناس المتعاونين مع حضرتك في نادي أدب الجيزة. الحقيقة احنا بنعتمد عليهم اعتماد كبير قوي في إخراج هذه الحلقات للسادة المستمعين، سهرة مع أديب، ومنها سلسلة أدباء معاصرون اللي بيتولاها الدكتور محمد عبد الجواد. احنا بنشكره شكرا جزيلا، وطبعا كل الشكر لحضرتك. صديق عزيز ودايما بنسعد بيه ودايما بينورنا في نادي الأدب، وطبعا رئيس النادي الأدب السابق الدكتور ربيع الشكري معانا على طول. فإحنا الحمد لله يعني فريق عمل الحمد لله متميز، ويا رب نقدر ننجح في توصيل رسالتنا صح بالشكل الإيجابي يعني. يا رب إن شاء الله. كل الخير على أيديكم قريبا إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. شكرا مرة تانية الإعلامية والأديبة والناقدة والكاتبة دكتورة منى حسين، شكرا جزيلا. عفوا، أهلا بحضرتك، شكرا جزيلا. إني حقيقي بحبك وكنت أتمنى أفضل جنبك، بس يا خسارة. مستمعينا الأعزاء،